السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوم جديد من أيام طباخة مصرية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر إخواننا في فلسطين وفي أهل غزة خاصة، وأن ترفع عنهم الظلم والاضطهاد، وأن تعيد لهم الأرض المقدسة، وأن تجعل المسجد الأقصى حرا شريفا آمنا. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. النهاردة بإذن الله معانا شوية أفكار حلوة جدا هتوفر معاكي في سحور رمضان كل عام، وكل الأمة الإسلامية بألف خير. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف يومنا النهاردة مش إزاي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أول حاجة أنا جبت نص كيلو من الفول اللي انا جايباه ده الكيلو منه ب50 جنيه، جبت نص كيلو ب25 جنيه ونقيته وسبته يتنقع معايا. هنا بقى جبت 2 كيلو من اللبن، واللبن عندك بقى على حسب الكيلو، عندك ب25 ب30، يعني 2 كيلو في حدود 50 جنيه او 60 جنيه. انا حطيت اللبن بيته ليلة في التلاجة علشان اقدر اطلع منه قشطة حلوة جدا من قبل ما اروب اللبن. يعني القشطة اللي انا شلتها منه ديت تعتبر كريمة لباني، تقدري تستخدميها في وصفات كتير جدا. بعد كده سبت شوية قشطة كمان في اللبن، وخدت اللبن بتاعي حطيته على النار لحد ما يدفى شوية. انا عايزة اقدر اتحمل درجة حرارته، يعني عايزاه دافي بس. بعد كده ضفت له معلقة كبيرة من الملح على ال2 كيلو من اللبن، قلبتهم كويس جدا وغطيت اللبن بتاعي وحطيته في مكان دافي لحد ما ابتدى اللبن يتجبن معايا وعمل ما شاء الله. شايفين قشطة حلوة جدا، تقدري برضو تشيليها وتحتفظي بيها وتحطيها في الفريزر. يعني احنا شلنا منه كريمة لباني في الاول، ودلوقتي كمان في قشطة تاني اهي. اهم حاجة تأكدي ان نوعية اللبن تكون اللي انت بتستخدميها تكون كويسة علشان تقدري تاخدي منه كمية حلوة من القشطة. بس انا حابه ان اللبن بتاعي يكون بخيره ويكون القشطه فيه كتير، فانا سبت الجزئيه بتاعه القشطه دي وقلت هخلطها في الجبنه علشان تبقى الجبنه كده كريميه وغنيه بالفيتامينات والمعادن. بعد كده نزلت بالجبنه بتاعتي. طيب دلوقتي اللبن بتاعي قعد قد ايه لحد ما يتجبن؟ الجو دلوقتي يعتبر الى حد ما معقول، يعني ولا حر ولا بارد، فممكن يقعد معاكي يوم او 2 على حسب حراره الجو عندك. اهم حاجة ما تستعجليش عليه علشان ما تقدري تستفيدي بكمية حلوة جدا من الجبنة القريش او الجبنة الكريمي. بعد كده صفيتها بشاشة وابتديت كده احط اي تقل عليها. الشرش طبعا اللي احنا طلعناه ده عملنا منه وصفات كتير جدا، وكمان لسه ان شاء الله مستمرين في وصفات كتير جدا من الشرش بتاع الجبنة القريش. فلو عندك الشرش بتاع الجبنة القريش ده احتفظي بيه وما ترمهوش، وكمان شوفي الافكار اللي احنا عملناها منه. بعد كده بقى الجبنة ابتدت تتماسك معايا شوية، فانا هلفها رول كده من غير حصيرة ومن غير حاجة في قلب الشاشة بتاعتي. برضو هبتدي كده برضو احاول اجمعها علشان تبقى معايا شكل مستطيل كده. وحطيتها اي حاجة موجودة عندك حطيها لحد ما تصفي خالص وتنزل بقية الشرش اللي فيها وتجمد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني احنا ستات بيوت اي حاجة موجودة في بيوتنا نقدر نستخدمها، مش شرط حصيرة يعني. فانا عملت الجبنة بتاعتي بالشكل ده. الجبنة بتطلع ما شاء الله حلوة جدا وصحية ومفيدة، وكفاية ان انتي عاملاها في بيتك وضامنة نظافتها. عملناها اكتر من مرة، عملناها قبل كده باللبن المغلي وعملناها باللبن الحليب من غير ما نغليه. بس يعني اللبن الحليب اللي احنا ما بنغليهوش بيكون احسن، بيدينا كمية جبنة قريش اكتر. ازاي بقى نحتفظ بالجبنة بتاعتنا؟ يعني لو عملتي كمية كبيرة ازاي تحتفظي بيها في التلاجة مدة طويلة من غير ما يجرالها اي حاجة؟ او حتى اشتريتيها، يعني انت عايزة تسهلي على نفسك وتشتري الجبنة بدل ما تعمليها في البيت وبتفسد بسرعة جدا. هنعمل ايه؟ هنجيب كيس من اكياس اللبن اللي هي بتاعت التلاجة دي، وهنقطعها مربعات كده صغيرة ونغلف كل قطعة بالكيس ده. وبعد كده هنحط له الشرش بتاع الجبنة القريش. طيب انا ما عنديش شرش بتاع جبنة قريش، هجيب شوية مية واغليهم وهضيف لهم شوية من الملح، وبعد كده لما يبردوا هضيفهم على برضو البرطمان بتاعي ده وهحطه في التلاجة. يقدر بقى يقعد معاكي مدة طويلة جدا في التلاجة من غير ما يجراله اي حاجة خالص.
جبت من الفول كمان النص نص كيلو كيلو من مع الفول. بصلايه بقى، مع شويه خضره او شويه كرات، فصين توم. وابتديت اعمل كمان الطعميه البيتي الجميله اللي تقدري تحطيها في الفريزر وتحتفظي بيها، سواء بقى تعمليها في يوم على الفطار، سواء حابه تاكليها في السحور، يبقى هي موجوده عندك في الفريزر بكميه كويسه. فانا جبت كده حوالي نص كيلو من الفول المدشوش، نقعته يعني من 6 ساعات ل8 ساعات، وبعد كده غسلته كويس جدا. اغسلي البقوليات كويس جدا علشان الغازات اللي فيها ما تضرش معدتك وقولونك. خدت بقى البصل والثوم والكرات وضربته كده في الخلاط، طب في الكبة. طب لو انت ما عندكيش كرات، شوية من الكزبرة، بس ما تكتريش خضرة، يعني شوية صغيرين بيرموا معاكي كمية كويسة. بعد كده هبتدي بقى انزل بالفول بتاعنا وبرضه هضربه بالكبة بتاعتي. لو ما عندكيش كبة تقدري تضربي كل المكونات دي في الخلاط، بس هتزودي لها شوية مية وترجعي تصفيها تاني. بس لو عندك كبة يكون احسن، هتسهل عليكي كتير جدا. الكبة برضو هنحط لها يعني شوية مية صغيرين خالص، نقول كده مثلا 2-3 معلقة من المية، علشان ينعموا الخليط بتاعنا ويخلوه كل الخضار بتاعنا يختلط بالفول، وكمان الفول بتاعنا يطحن كويس جدا بإضافة 2-3 معلقة مية دول. فأنا هعمل كل الكمية بنفس الطريقة، وهحطها في أكياس وهحطها في الفريزر. حطيها بقى في أكياس على قد الوجبة بتاعتك تقدري تطلعيها. وكمان ممكن تعمليها بطريقة تانية، وهي انك تحطي الفول مع الكرات مع البصل مع الثوم، تخلطيهم كده في بعض وتحطيهم زي ما هما برضو في اكياس على قد الوجبة بتاعتك، وتطلعيهم تضربيهم برضو في الكبة. دي طريقة ودي طريقة، شوفي الطريقة اللي تريحك وتناسبك تقدري تعمليها. شايفين ما شاء الله الخليط حلو جدا وانضرب معايا ونعم كويس جدا بفضل معلقتين المية اللي انا حطاهم دول، ومش هيفرقوا خالص. وهتقليها وهتبقى طعمية حلوة جدا بإذن الله. يعني 20-30 جنيه هنعمل ما شاء الله أكتر من كيس، يعني ممكن يقضيكي شهر رمضان كله لو انت ما بتاكليش فول وطعمية باستمرار. يعني احنا دلوقتي عملنا الفول ولسه هنعمله مع بعض. عملنا الجبنة القريش مع شوية بقى طماطم، شوية خيار، بتبقى حلوة جدا. عملنا كمان الطعمية البيتي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ان شاء الله جربوها وبإذن الله تعجبكم. ولسه كمان هقول لكم على كام وصفة حلوين جدا ان شاء الله يوفروا معاكي في الميزانية بإذن الله، ويبقى وجبات السحور جاهزة وسهلة وبسيطة مع شوية بقى بطاطس، سواء هتسلقيهم او تحمريهم زي ما تحبي. هحطهم بقى في اكياس واحطهم في الفريزر ويبقوا جاهزين معايا. تعالوا بقى ندخل على الوصفة اللي بعد دي ونشوف عملنا ايه مع بعض. جبت كوبايتين من دقيق السميد، نخلتهم كويس جدا وضفت لهم كوباية من المية المغلية. انا عايزة اسوي الدقيق بتاعنا وعايزاه يتغلف بالمية المغلية وينعم معانا شوية. زي ما احنا عارفين الدقيق السميد بيكون قاسي شوية عن الدقيق العادي، فانا عايزة اطريه شوية واخليه ناعم معايا. اضافة كوباية المية المغلية دي هتخليه ناعم جدا. قلبيه كويس جدا لحد ما يتعجن معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. سيبيه بقى يبرد شوية لحد ما نجهز معانا الخليط بتاعنا بتاع الخميرة. انا جبت معلقة كبيرة من الخميرة، ضفت لها 4 معالق كبار من السكر وكوباية من اللبن، وقلبت المكونات بتاعتي كويس جدا. الطريقة دي حلوة علشان تعرفي الخميرة شغالة ولا لأ، وفي نفس الوقت علشان تسرع معاكي عملية الاختمار. خلاص كده العجينة بتاعتي حسيت ان هي ابتدت تبرد. اوعي تضيفي الخميرة والعجينة بتاعتك سخنة، لا خليها تبرد علشان الخميرة بتاعتك ما تموتش. بصوا العجينة بقت لينة معايا وطرية جدا. هبتدي انزل عليها بقى ب4 كوبايات من الدقيق الابيض العادي وهنخلهم برضو كويس جدا. وبعد كده هضيف لها رشة من الملح او بما يعادل ربع معلقة صغيرة كده من الملح. وبعد كده هضيف لها معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وبعد كده هضيف لها نص كوباية من الزيت، وهبتدي بقى اغلف الزيت بتاعنا بكل المكونات بتاعتنا اللي احنا حطيناها في الطبق. بعد كده هنزل عليها بالخميرة بتاعتي اللي هي اشتغلت معايا كده ومتأكدة ان هي شغالة وفعالة. هنزل بقى بالخميرة كده بالتدريج وهبتدي الم العجينة بتاعتي. هي خدت معايا كوباية اللبن كلها. وبعد كده هبتدي بقى اخدها معايا كده واضيف لها كمان نص كوباية من السمنة، ويفضل تكون سمنة بلدي. وبعد كده بقى ابتديت اعجن العجينة بتاعتي لحد ما خلاص السمنة اتشربت
في كل العجين بتاعي، وبقت ما شاء الله عجينة طرية جدا ومميزة، يعني هتحسي كده بفرق كبير جدا عن القرص الطرية العادية. تحفة جدا، الدقيق السميد بيميزها وطعمها حلو جدا، هيعجبكم بإذن الله. اعجنيها، بس أهم حاجة اعجنيها كويس جدا. دي شكلها بقى، ما بقاش في فرق بين الدقيق السميد والدقيق الأبيض، كله بقى عجينة واحدة طرية وما بتلزقش. سبتها تختمر كويس جدا، قعدت معايا حوالي من ساعة إلا ربع ساعة، وبعد كده هبتدي أشكلها. وهنا بقى التشكيل زي ما انت عايزة تشكليها قرص سادة عادية زي ما تحبي، عايزة تشكليها قرص محشية برضو زي ما تحبي، عايزة تعمليها زي ما انا عملتها كده قرص بالسمسم برضو زي ما انت عايزة. تقدري تحشيها جبنة، وهي بصوا طعمها حلو جدا من غير اي حاجة خالص، من غير اي اضافات. يعني انا جبت بقى شوية من العسل الاسود، معلقتين كده من العسل الاسود، وضفت لهم معايا معلقتين كمان من المية، او بما يعادل كده ربع كوباية مية او اقل كمان، علشان اقلب العسل بتاعي. طب لو انت ما عندكيش عسل اسود مفيش مشكلة خالص، معلقتين من السكر مع شوية مية ودوبيهم فيهم برضو، واعملي نفس الحركة دي. وبعد كده هاخدها بقى من العسل على السمسم بتاعنا، وبعد كده هحطها في الصينية واسيبها تختمر تاني. العسل مفيد جدا، والسمسم كمان مفيد جدا، والقرص دي مميزة جدا. اتمنى ان انت تجربيها بالطريقة دي، هتوفر معاكي كتير جدا في الميزانية، وهتقدري تاكليها في سحور رمضان، مش هتحسي بالعطش خالص، وهتحسي بطعم لذيذ جدا هيفكرك بأيام الزمن الجميل. بعد ما اختمرت معايا دخلتها في الفرن. فرن يكون فرن حامي على درجة حرارة عالية، حطيتها كده على الرف الوسطاني، واللي حطيتهم من تحت حطيت كده ايه زي ما تقولي صاج تحتها كده علشان النار ما تبقاش مباشرة. وبعد كده طلعتها، ويفضل ان انت تغطيها على البحر لحد ما تبرد، يعني عشان تطرى معاكي وتديكي النتيجة المظبوطة. بعد كده ده شكلها تحفة ما شاء الله. اتمنى ان انتوا تجربوها مستوية وطعمها مميز جدا، بإذن الله تعجبكم. تعالوا بقى زي ما احنا متعودين في كل فيديو نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. هنا بقى جبت الفول بتاعي، يعني انقعيه بقى حوالي 12 ساعة، وبعد كده هاتي الفوالة بتاعتك او الحلة بتاعتك، المهم يكون في مية مغلية جوه الفوالة او الحلة. وبعد كده انزلي بالفول، معلقتين من العدس المغسول، وتقدري تضيفي كمان معلقتين من الفول المدشوش، وعصرة نص ليمونة، وهحط كمان حوالي معلقة صغيرة من الكركم، وهغطي عليه الفول وهسيبه بقى يعيش مع نفسه. المية مغلية اول غلوة بس على نار عالية، وبعد كده هوطي النار خالص وهسيبه يستوي. هو هنا كده داخل في سوا خلاص، فاضل له حاجات بسيطة. اديته تقليبة وسبته كمان شوية، وبعد كده هطلعه احطه في برطمانات واسيبه، وهقفل البرطمانات كويس جدا زي ما احنا متعودين مع بعض، واحطه في باب التلاجة بعد ما بيبرد. بصوا بيقعد معاكي شهر او اكتر، ما بيجرالوش اي حاجة خالص في باب التلاجة. اتمنى ان انت تجربي الفول بطريقتنا النهاردة، وان شاء الله هيعجبك باذن الله. ولا اسود ولا غير لونه ولا اي حاجة. اهم حاجة اتأكدي ان نوعية الفول اللي انت بتستخدميها نوعية كويسة. حابة تقليه بقى، تقدري تقليه بمعلقة من الدقيق، تخلي المية بتاعته تقيلة شوية. جيبي معلقتين مية عليهم معلقة صغيرة من الدقيق، ودوبيهم كويس جدا، وانزلي على الفول بتاعنا غلوة واحدة، واطفي بعد ما يستوي خالص. وبعد كده حطيه زي ما انا قلتلك في برطمانات. تعالوا بقى نعمل الوصفة السهلة الجميلة اللي بعد كده. انا جبت كيلو من اللبن، حطيته في الحلة زي ما انتم شايفين كده، ورفعته على النار لحد ما اللبن غلي معايا كويس جدا. اتأكدي ان اللبن غلي كويس جدا، وبعد كده ارفعيه من على النار وسيبيه يبرد شوية. شلت بقى الوش بتاعه، وهنا بوريكم الزبادي اللي انا كنت عاملاها من قبل. بصوا كريمية ووشها ما شاء الله حلو جدا، لو جبتيه من بره لا يمكن تجيبيه بالشكل ده. انا جبت علبة زبادي واحدة بس، وكانت هي خميرة الزبادي بتاعتي هي خميرة واحدة بس، علبة واحدة بس هتجيبيها مرة، وبعد كده هتخلي بقى كوباية من اللي انت عاملاها تبقى الخميرة بتاعتك. انا خدت وش اللبن، حطيت له كوباية من الزبادي اللي انا عاملاها، ونزلت عليه كمان بمعلقة كبيرة من السكر علشان يديكي كده طعم الزبادي الجميل.
وبعد كده ابتديت ادوب كل المكونات مع بعض. تقدري بقى تدوبيها بالهاند بلندر، بالمضرب اليدوي العادي، زي ما تحبي، لحد ما تضيعي كل التكتلات كده ويبقى ناعم معاكي. اللبن بتاعي دافي بس، يعني خدي بالك ان اللبن بتاعك ما يكونش درجة حرارته عالية. لبن دافي بس، وانزلي عليه بقى بالخليط بتاعنا، قلبيه برضو كويس جدا. وبعد كده بقى حطيه في كوبايات، حطيه في طواجن، زي ما تحبي. حطيته بقى في الكوبايات بتاعتي، وما شاء الله الكيلو عمل كمية كبيرة جدا. يعني كيلو لبن لو جبناه ب25 جنيه او 30 جنيه، زي ما يكون هنعمل منه كمية كبيرة جدا من الزبادي. وكمان برضو زبادي بيتي، ضامنين نظافتها، ضامنين جودتها. لو جبتيها من بره هتجيبي سعر الكوباية لوحده ب6 جنيه او حاجة، ومش هتكون بالحجم ده، هتكون نص الحجم اللي احنا عاملينه ده. بعد كده حطيت الكوبايات بتاعتي كلها في صينية، صينية بقى اي صينية موجودة عندك. وبعد كده هضيف لها يعني تلت الصينية دي مية سخنة. المية ما تكونش مغلية، يعني مية سخنة بس. وبعد كده هنزلها كده في الصينية، وبعد كده هغطي الصينية بتاعتي. لو الجو برد عندك في المطبخ تقدري تولعي الفرن يا دوبك يدفى بس، وبعد كده تطفيه وتحطي الصينية في الفرن. لو الجو بتاع المطبخ عندك دافي، غطيها بس وسيبيها على الرخامة، هتقعد معاكي من 4 ساعات ل6 ساعات. وهتلاحظي بقى احلى زبادي كريمية وتحفة، هتعجبك بإذن الله. وبكده وصفاتنا النهاردة تكون خلصت، ويومنا النهاردة يكون خلص. أتمنى أني أكون قدرت أفيدكم بمعلومة حتى ولو بسيطة، وأشوفكم إن شاء الله في يوم جديد من أيام طباخة مصرية. والسلام عليكم.